السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل القرص الفلاحي الطريه. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، شايفين التسويه بتاعتها واللون الجميل اللي هي واخداه، وهشه جدا وطريه، وما شاء الله شايفين مورقه ازاي، بجد جميله قوي. وقبل ما نبدا وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا الوصفه. معايا كيلو من الدقيق يكون منخول، ومعلقتين كبار من الخميره، ومعلقتين كبار من السكر. وطبعا الخميره عشان انا عارفه ان هي نوعها كويس حطيت على طول، لكن لو انت اول مره تستخدمي الخميره ومش عارفاها كانت كويسه ولا لا، حطي معلقتين كبار من الخميره مع معلقتين كبار من السكر في ربع كوبايه ميه دافيه. وسيبيهم على جنب. لو لقيتها عليت معاكي يبقى هي كده خلاص تمام، لو لقيتيها ما عليتش يبقى هي صلاحيتها منتهيه او مش كويسه، فتستبدليها بواحده تانية. وبعدين هحط رشه ملح وكوب من السكر، ودوت طبعا اختياري لان اولادي بيحبوها مسكره، فانا هحط السكر يكون زياده. لو انت مش عايزاها مسكره عادي، انت ممكن ما تحطيش كوبايه السكر دي. وهحط علبه من الزبادي زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هقلبهم كويس مع بعض. وبعدين هبدأ انزل بكوباية من السمنة البلدي، وممكن تبقى سمنة مع زيت او زبدة مع زيت او زبدة بس زي ما انت عايزة. وبعدين هبدأ اعجنهم بالشكل ده، وبعدين هبدأ اضيف اللبن او الحليب بتاعي، ولو عندك لبن رايب هيكون احسن بكتير وهيدي نتيجة حلوة قوي. وهعجن فيها لغاية ما العجينة تلم معايا. وده شكل العجينة خلاص بعد ما خلصت بقت جاهزة معايا. دلوقتي هغطيها بكيس استرتش وهسيبها في مكان دافي لمدة ساعة. وده شكلها بعد ما خمرت ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده عاليه ازاي. ودلوقتي انا هجيب صاج واحط فيه ورق زبده، او ممكن تدينيه بزيت او سمنه المتاح عندك. وبعدين هبدا اقطع العجينه لكور صغيره بالشكل ده واكورها، وبعدين افردها بايدي. وبعدين دلوقتي انا بعد ما خلصت الكميه اللي معايا هبدا ادهن وش القرص بمعلقتين كبار من الحليب مع معلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان. هقلبهم مع بعض، وبعدين هدهن وش القرص بالشكل ده. وقبل ما ادخل القرص هكون مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق، وبعدين هدخلها في الرف اللي في النص وهدي النار لمده 10 دقايق لغايه بس ما ترفع معايا. وبعدين هعلي النار تاني واخليها تاخد لما تستوي من تحت اديها وش من فوق زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله شكلها تحفه. ودلوقتي هسيبها تبرد وبعدين ارجع لكم. وده شكل القرص بعد ما بردت معايا ما شاء الله. شايفين اللون بتاعها تحفه، والتسويه بتاعتها جميله قوي. شايفين هشه وطريه ازاي، بجد زي القطن ما شاء الله، بجد حلوه قوي. جربوها بنفس المقادير اللي انا عملتها وان شاء الله هتعجبكم. شايفين مورقه ازاي، شايفين هشه قوي ازاي ما شاء الله زي القطن. وكده وصفه النهارده خلصت، يا رب تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي.